السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم نقترح عليكم واحد البريوش على شكل شهدة. كيجي رائع، كيجي قطني محشو بالشوكولات فقط بملعقة واحدة ديال الزبدة. كيجي احسن من كرواسة، هشيش ورطب، والاهم من ذلك انه ما كياخذش الوقت نهائيا وبدون دلك. تابعوا الفيديو من الاول لاخر باش ننجح معكم هذا البريوش. ما تنسونيش اخواتي من لي لايك ومن بارطاج الفيديو اللي عجبكم. كنحتاج في المقادير 500 غرام ديال الطحين، 5 الكيسان ديال الطحين، بيضه، 3 المعالق ديال سكر سنيده، ملعقه كبيره ديال الخميره الفوريه، رشه ملح، ساشي ديال الخميره الفوريه، ساشي ديال الفاني، ملعقه ديال الزبده، 2 المعالق ممسوحين ديال الحليب مجفف، ويمكن لكم تعوضوه بالحليب السائل، تقريبا كاس ونص اللي غنعجن به كاس وربع حتى الكاس ونص ديال الماء. الا ما درتوش الحليب المجفف عاد تعجنوا بالحليب السائل، تقريبا كاس ونص، كاس وربع ديال كاس وربع ديال الحليب او كاس ونصف ديال الحليب. كنعجن العجينه من الاول، كنحاول انني نرخي العجينه ديالها لانني ما عندلكهاش غير اني نسجموا العناصر. من الاحسن الزبده الا كانت زبده خاصه بالاكل، خاصه بالزبده اللي كتكون ممتازه، ديروها في هذا البريوش، كتعطي واحد المذاق رائع. وما نساوش واحد راس معلقه صغيره ديال الملح لتحسين الذوق. العجينه تكون مرخوفه شويه، ما نرخفوهاش بزاف ملي نبغوا نشكلو هذوك البتي بان صغار او البريوش الصغير، نبقاوها مرخوفه بزاف. هنايا راه كتلصق ليا في اليد ديالي فيها العجينه. هانتوما تشوفوا القوام ديالها باليد الاخرى كتلصق واحد شويه في الايد، تكون خفيفه، ما تكونش جاريه بزاف وما تكونش قاصحه باش تجيكم بريوش رطب وهشيش. صافي كنديها ونجيبها واحد شويه تنسجموا العناصر، نحصل على العجينه رطبه، ندهنها بشويه ديال الزيت ونخليها حتى كتختمر، يتضاعف الحجم ديالها. والجو سخون، راه داغي كتخمر، انا راه ما فاتتش ليا 10 دقائق وخمرات. كانت الكوزينه عندي سخونه والجو اصلا سخون. كندهن يديا بالزيت. انا خديت المقله ديال الوجده نمره 6 متوسطه، ويمكن لكم تاخذوا اي مول دائري يكون كبير. كناخذ واحد زليفه اللي غناخذ بها الشكل ديال هاد البريوش، كنديرها الوسط، وكناخذ هاد العجينه دائما باستعانه بشويه ديال الزيت لانها كتلصق شويه في الايد. شوفوا القوام ديال العجين كي خصو يكون. غنشكل 12 كره من هاد العجين يكونوا كويرات متساويه. هنايا درتهم عشوائيين، من بعد نبدا نقاد فيهم ونديرهم تقريبا في نفس الوزن. بيتوهم صغار من هذا الحجم، كديروا حتى ل 14 كره من هاد العجين. دائما الطحين يكون طحين نوعيه جيده. وبالنسبه لهاد البريوش انا نحشيه بالشوكولات. اللي بغى يدير المربى او الكريم باتيسير راه يمكن ليه يديرها، ويمكن لكم ما ديروا فيها حتى حاجه حتى كطيب وتعطيه للوليدات يعمروا باي حاجه من الوسط. كيعجب بزاف الوليدات الصغار لانه فيه الشوكولات وخفيف بحال كرواسه، ما كياخذش الوقت. مع الجو دابا سخون راه داغي كيخمر، ما كياخذش الوقت نهائيا. 10 دقائق راه خمر ليا في الخمره الاولى، والخمره الثانيه ما جيتش نغسل الماعون ونجمع البوطاجي حتى لقيتو داغي كخمر. ما غطيتو ما والو، دخلتو غير الفران، سديت عليه الفران طافي، سديت عليه وجيت لقيتو خمر. هنايا من بعد ما شكلت هادو الكويرات كناخد هاد الشوكولات باطوني طويل الخاص بكرواسه، ويمكن لكم تاخذوا الشوكولات الخاص بالدهن، او يمكن لكم ديروا المربى كما قلت لكم من قبل. كنشكل على شكل بحال بتي بان صغير. هنايا راه بعدت كل وحده على الاخت ديالها، بعدت شويه، درت واحد الفرق بيناتهم، ولكن في الاخر بان لي انا ما تقدنيش، درت وحده حدا وحده.
بعد ما نكمل العجين ديالي كامل كنزول هذيك الزلافه اللي درت الوسط وكنخليه كيختمر. واللي بغى يحافظ على الحجم ديالو بهذا الشكل يمكن ليه يخلي هاد الزلافه حتى كتخمر العجينه كامله، يمكن ليه يزولها عاد يدخلها الفران. بعد ما ساليت البريوش ديالي كامل كيكون على هذا الشكل، زولت هذيك الزلافه من الوسط، وهاد المقله كتكون مدهونه بالزبده ومرشوشه بشويه ديال الطحين. هنا من يختمر ليا البريوش ديالي كناخذ صفار البيض مع قطرات من الخل. هنا ما درتش الحليب، درت غير شويه ديال السكر كلاصي باش تعطيني ديك اللون الاحمر اللي كيكون زوين في البريوش. الفران كيكون شاعل مزيان من قبل سخون، شعلته غير من التحت حتى بانت ليا طابت من الجوانب، ومن بعد شعلت على الفوق. هنايا البريوش ديالي ملي كيطيب كيكون على هذا الشكل. انا الاضاءه راه غير ما عطاتوش الحق ديالو انه جا محمر، كيبان بحال محروق، ولكن راه جا محمر كيجي رطب وكيجي مفشفش قطني بحال كرواسه. غطيته خليته حتى دفى واحد شويه عاد زولته من المقله ودهنته هنايا بالمربع عفوا. واللي ما عندوش المربع عنده الناباج يمكن ليه يدير الناباج او العسل. التزيين كيبقى اختياري، يمكن لكم ديروا الكوك، اللوز كونكاسي ولا اللوز ايفيلي ولا كاوكاو. ني زينت بشويه ديال اللوز ايفيلي محمر وغنغبر عليها واحد شويه ديال السكر كلاصي من الفوق، والتزيين كيبقى اختياري. كتجي هي هذيك في الحلاوه كتجي حلوه عادي، لان درت 3 المعالق ديال سكر صيني في العجين، ما جاتش حلوه بزاف وفيها الشوكولات من الداخل. البريوش ديالي من بعد ما زينته كيكون على هذا الشكل، واكيد غنحل معكم وحده باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل. كتجي قطنيه، كتجي مفشفشه، والاهم من ذلك انها راه ما كتاخذش نهائيا الوقت. الكوتي ديال الوليدات حضريها راه تعجبهم بزاف، واللي بيديها معاه الكوتي المدرسه راه كتجي رائعه. كنتمنى الفيديو اخواتي يعجبكم، ما تنسونيش اخواتي ملي لايك بارطاج الفيديو اللي عجبكم. دمتم في رعايه الله، وفي فيديو اخر ان شاء الله.